فلننعم جميعنا بشاي سنجيني. أول شي عندي قوطي من حليب الريمبو اللي هو 160 ملي الصغير، يساوي 3 كوب حليب ريمبو. عندي 3 ملاعق صغار شاي، بودرة الشاي، وأنا مستخدمة شاي ريد ليبل بنات، أحبه وايد. وعندي 6 ملاعق 9 ملاعق 9 ملاعق صغيرة سكر، والسكر طبعا حسب الرغبة، بس أنا هاي كمية السكر بالنسبة لي مضبوطة. و3 أكواب ماي. أول شيء راح أحط مقدار السكر عندي وأخليه يتكرمل. طيب ليش يتكرمل؟ لأن طعم السكر المكرمل لذيذ جدا، هاي أولا. ثانيا يعطيكم لون جميل للكرك. شايفين كيف السكر عندي يتكرمل؟ ما تحرقوا بعدين يعطيكم طعم مر، يصير فيه طعم مر. يلا الحين راح نحط الماي. بسم الله. طبعا أنا مستخدمة هاي الجدر الصغير عشان لونه فاتح، عشان أراويكم. هاي 3 أكواب ماي حطيت عشان أراويكم بس لون السكر كيف لازم يكون. ذوبت السكر وحين بحط الشاي وأخليه يغلي بنات، أخليه يغلي ربع ساعة. وهالخطوة جدا مهمة، ضروري عشان الشاي نفس ما يقولوها بالعراقي يتخدر عندكم. ضروري جدا إنه على الأقل 15 دقيقة يتم يغلي عندكم الشاي بدون إضافة الحليب وبدون إضافة المنكهات. يعني ما تحطوا الحين القرفة أو الهيل أو الزعفران واتيفر شو المنكهات اللي تحبوها. مرت الربع ساعة، شايفين كيف منسوب الشاي قل؟ يلا الحين راح نحط الريمبو. وشو راح نسوي؟ راح نخليه يغلي مرة ثانية. الحين بهالوقت حطوا المنكهات مالكم. الحين راح أخليه هالمرة 10 دقايق يغلى ويغلى. طبعا إذا فار عندكم ترى يفور صح، قصروا شوي النار تحته وخلوا على راحته يغلى. شايفين كيف قصرت شوية تحت النار بحيث إنه يغلي بس بدون ما يطلع برا. يلا 10 دقايق يصير الشاي بيرفكت. وهكذا يا أصدقائي سوف ننعم بألذ شاي سنجيني. لازم شي من فوق، لازم. يا سلام يا سلام، شايفين اللون الصح المضبوط؟ يا سلام، لازم تشربوه شي. ها السكر مضبوط. جربوا قولوا لي شو رايكم، ودمتم سالمين.